هناك شخص اسمه طايس الجميلي، شيخ داعية موجود حاليا في قطر. هذا الشيخ جاء مهاجر من العراق إلى الكويت، وخطب خطبة جمعة في كيفان. الخطبة هذه كانت حضرتها امرأة اسمها موذي السور. موذي السور هذه أم علي الجابر، أم علي الجابر الصباح. موذي السور تحمست وتفاعلت مع الخطبة، وجابت بفلوسها وعطتها الشيخ طايس، وقالت هذه فلوسي تصرف فيها يا شيخ طايس. الشيخ طايس راح يبحث عن مكان يقدم فيه هذه الصدقة. المهم بعد بحث ومشاوراته توصلوا منه للشيخ عبد الرحمن السميط، الدكتور عبد الرحمن السميط. الشيخ عبد الرحمن السميط أخذ الفلوس وطلع فيها مع مجموعة إلى ملاوي. لما وصلوا إلى ملاوي يبنون مسجد حق موذي السور، شافوا الوضع مأساوي، وضع المسلمين تعبان، فقرروا أن ينشئوا لجنة سموها لجنة مسلمي ملاوي. ثم تطور الوضع وأصبحت لجنة مسلمي أفريقيا، وبدأ الدكتور عبد الرحمن السميط دعوته في أفريقيا ويجوبها من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، ثم أصبحت جمعية العون المباشر، وأصبحت هذه الدعوة العظيمة. توفى الدكتور عبد الرحمن السميط وترك هذا الإرث العظيم. ملايين دخلوا الإسلام بسببه، ملايين من المشاريع، آبار، مدارس، مساجد، مراكز، كل شيء تركه عبد الرحمن السميط بفضل الله عز وجل، ثم بهذه النواة. واليوم فارقت الحياة موذي السور، توفت اليوم، الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها. فالمبارك من بارك الله بصدقته. ما تدرون، يمكن أعمال الدكتور عبد الرحمن السميط في موازين هذه المرأة، لأن هي من بادرت وتصدقت وكانت سبب في دخول عبد الرحمن السميط إلى أفريقيا. والموفق من وفقه الله في حث الناس على فعل الخير. طايس الجميلي جالس في بيته، بس ما تدرون يمكن هو قاعد ياخذ موازين حسنات عبد الرحمن السميط وموذي السور، لأنه هو حث الناس على فعل الخير وعلى الصدقة. لا تحقر فعل الخير، لا تحقر حث الناس على فعل الخير. ادعوا الناس أنهم يشاركون في هذه الأعمال، ما تدري يمكن كلمة منك تكون سبب في أعمال عظيمة بعد سنوات.